في الوقت اللي كان مقرر إن الفيلم يتعرض فيه في شهر ديسمبر 1933 كان في حركة سياسية في مصر بينظمها شباب كتير، حركة لمقاطعة كل ما هو أجنبي، ومن ضمنهم طبعا سينما رويال اللي هيتعرض فيها الفيلم. فكان الشباب دول يدخلوا يحطوا أزايز غاز الكلور في السينما لحد ما ريحة معفنة تطلع وتضايق الناس فيضطروا يخرجوا بره السينما. البوليس وقتها قبض على شباب كتير جدا منهم، لكن الموضوع كان بيكبر يوم بعد التاني. وقتها طبعا المعركة انتقلت للصحافة، ففي اللي كان مؤيد وفي اللي كان معارض. من الناس المعارضين للحركة دي كتب الصاوي مقال في الأهرام بيقول إن السينمات المصرية أشبه بالاسطبل، وإنه ما بيأيدش دعوات المقاطعة للسينمات الأجنبية. وردت عليه مجلة الصرخة إن الاسطبل المصري خير من أفخم القصور الأجنبية. وفي وسط كل الحملة دي خرجت سينما رويال بإعلان عن عرض فيلم الوردة البيضاء، وكتبوا فيه: أنت مصري ومصريون هم الذين أخرجوا لك كل ما تشاهده، ففاخر بمصريتك وشاهد فيلم الوردة البيضاء بسينما رويال ابتداء من يوم 4 ديسمبر سنة 1933. لكن عشان المشكلة ما تتفاقمش اتدخل الكبار في البلد وحاولوا يلموا الموضوع عشان ما تحصلش فتنة كبيرة في موضوع مقاطعة المنتجات الأجنبية، وطلبوا من سينما رويال إنهم يسمحوا لسينما مصرية تانية إنها تعرض الفيلم بداية من الأسبوع التاني. وغصب عنهم عشان كانوا شايفين إن الموضوع بيكبر كل يوم اضطروا إن هم يوافقوا على عرض الفيلم في سينما فؤاد المصرية. الفيلم ده كان بيبيض للسينما المصرية ذهب حرفيا، نجاح منقطع النظير، وإيرادات الفيلم في الوقت ده تخطت ال250,000,000 جنيه. ومحمد عبد الوهاب بيقول إن الفيلم ده كان سبب لتقديمه كفتى أحلام لكل البنات. كمان الشباب كانت بتقلده في طريقة لبسه، في عوجة الطربوش اللي كان عامله في الفيلم، طريقة مشيه، طريقة كلامه.